تخيل أنه عامل بسيط سوداني من دولة السودان يتواصل مباشرة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية. القصة حقيقية وحصلت بعام 2018. عبد السلام رجل من أهل السودان من العاصمة السودانية الخرطوم. طلع على العمل هذا الرجل ودخل على الأراضي السعودية بعام 2018 بغرض العمل، وهذا الرجل دخل بأوراق نظامية، وبالفعل صار يعمل عبد السلام داخل المملكة العربية السعودية سائق على سيارة يوزع بين المولات داخل العاصمة السعودية الرياض. مشت الأيام وكل فترة والثانية هذا الرجل يحول راتبه وفلوس لزوجته اللي موجودة بالسودان، وعنده بنت تقريبا عمرها ما يقارب 17-18 سنة واسمها فاطمة. وركزوا لي على اسم بنت هذا الرجل فاطمة لأنه راح نحتاجها بهاي القصة. بيوم من ذات الأيام وبعد ما عمل عبد السلام ما يقارب 5 أشهر أو 6 أشهر داخل المملكة العربية السعودية يتفاجأ من اتصال مرعب من زوجته من العاصمة السودانية الخرطوم. قالت له: يا عبد السلام، اليوم رحت على الدكتور وبنتنا فاطمة صارت تشكي بألم بصدرها، ولما رحنا على الدكتور وكشف عليها الطبيب شخص المرض انه معاها سرطان الثدي، وتعرفون هذا المرض يحتاج لتدخل جراحي عاجل وفوري. ولكن الأوضاع مثل ما تعرفون بال2018 بالعاصمة السودانية الخرطوم مش ولا بد، والأوضاع تعرفون يعني مجال الطب وما مجال الطب، يعني المشافي راح نقول شبه معدومة داخل العاصمة السودانية. فكلمت عبد السلام زوجها وقالت له: يا عبد السلام، لعل وعسى انك تقدر تطلع البنت، طلعني اني والبنت فاطمة اللي عندك على السعودية ونجري هاي العملية لبنتنا قبل ما تفقد حياتها. وبالذات الدكتور شدد على البنت وقالها لازم تجروا لها عملية بشكل مباشر. بالفعل هذا الرجل جهز الأوراق النظامية اللازمة وجاب البنت هي وأمها ودخلهم على المملكة العربية السعودية. ولكن اصطدم بحائط صد هذا الرجل لأنه كان العلاج مكلف، وعبد السلام ما عنده المبلغ اللي يقدر يصرف مصاريف العلاج على بنته، وضاقت بيه الدنيا، ضاقت بيه الوسيعة وحلت جفوف الفجيعة. وهذا رجل يعمل سائق يوزع بضاعة بين المولات على سيارة نصف نقل. يقول عبد السلام طبعا هو اللي روى هاي القصة، والقصة حقيقية اخواني مثل ما ذكرنا لكم ببداية السالفة. فيقول: بيوم من ذات الأيام بعد ما تسكرت معايا الطرق وما لقيت يعني أحد يساعدني أو يمول هاي العملية، علمكم عملية وتحتاج أيضا بعد العملية حتى لجرعات كيماوي عافانا الله وإياكم. يقول: بيوم من الأيام كان اليوم جمعة ودخلت على أحد المساجد وقت صلاة الجمعة، وركنت سيارتي على اليمين ودخلت أصلي مع المصلين. يقول: بالفعل صليت الجمعة وطلعت. يقول: طبعا تعرفون بالمملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية بعد الصلاة الناس تطلع وكل من يركب سيارته ويمشي. يقول: صار بزحم السير على أحد إشارات المرور بعد المسجد بعد ما طلعت بالسيارة. يقول: أنا واقف على إشارة المرور ولا برجل قاضب الزمور ويزمر بسيارته، وهي الإشارة بالأساس أمامي الإشارة حمراء، يعني السير موقف، وكان يعني الزحمة كانت تملى المكان. يقول عبد السلام انزعجت من هذا الرجل. يقول: قبل أني أفكر بعلاج بنتي وين بدي أخذ بنتي، وبنتي أوشكت على الموت. يقول: نزلت وفتحت باب السيارة ونزلت مزعوج وقلت بدي أعارك أو بدي أشاكل هذا الرجل اللي قاعد يزمر بالسيارة أو شايف إنه السير واقف والإشارة حمراء. ونزل بالفعل عبد السلام وركض باتجاه السيارة اللي تضرب كلاكس أو اللي زمر حسب اللهجة اللي أنتم تفضلونها. يقول: فدقيت البلور بزجاج السيارة. يقول: والسيارة كانت مفيمة، والسيارة من السيارات الحديثة. هاي السيارة يقول عبد السلام مبين عليها انها سيارة رجل ام مسؤول ام رجل ثري. يقول: فقلت له: يا اخي انت برايك شايف ان الاشارة حمراء، كيف انت تجيب وتزمر وتضرب كلاكس واني واقف والاشارة حمراء؟ يعني وين بدي اروح، وين بدي اطير؟ يقول: فطلعت وصبيت كل جام غضبي على هذا
الرجل. يقول الرجل نزل زجاج السيارة مقدار 10 سنتي وصار يضحك. قال يا أخي طول بالك، يا أخي طول بالك، منين أنت؟ قال قلت له أنا من السودان، ولكن يا ابن الحلال أنت تجيب وزمر بالسيارة وأني شايف أن الإشارة حمراء قدامي. يقول هذا الرجل كان رجل بسيط وكان رجل متواضع، وأعطاه الموقف بابتسامة، وشال أحد الكروت اللي أمامه على تابلون السيارة وناولني هذا الكرت وقال لي هذا الكرت حقي، وإيش تحتاج داخل المملكة العربية السعودية بس اتصل بي. يقول عبد السلام خذيت هذا الكرت وغبيته بجيبي أو بمخباتي، يقول ومشيت. يقول أديت عملي وانصرفت من العمل ورجعت على البيت. يقول لما رجعت على البيت كان وضع بنتي سيء، وكانت زوجتي تبكي عند راس بنتي، كانت مرتفعة حرارتها ووضعها الصحي مش ولا بد. فقالت لي الزوجة يا عبد السلام ما لقيت أحد يساعدنا، ما لقيت أحد من أهل الخير؟ قالها والله إنه ما لقيت، والله درت وسألت ولكن ما لقيت. العملية تكلف، وأيضا بعد العملية بجرعات كيماوي والجرعات مكلفة. فيقول عبد السلام تذكرت هذا الرجل اللي تعاركت أنا وياه على إشارة المرور. يقول قلت لها يا أم فاطمة والله بي رجل اليوم كذا وكذا حصل وياي، القصة هي كذا وكذا حصلت، وهذا الرجل أعطاني رقم هاتفه وقال إيش تحتاج داخل المملكة العربية السعودية فقط اتصل بي. قالت يا ابن الحلال ولسعك واقف؟ يقول فطلعت هاتفي البسيط واتصلت بهذا الرجل. يقول لما اتصلت بهذا الرجل قلت له يا أخي أنا اليوم الرجل اللي تعاركت وياك على إشارة المرور، أنا الرجل السوداني. قال لي حياك الله، خير ابشر باللي تريده، لازمك شيء، عاوزك شيء، أنت بضيقة؟ يقول الرجل بادر بالخير مباشرة. قلت له يا أخي والله إنه أنا عندي بنتي كذا وكذا 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 قصته. يقول ورويت له الحالة المرضية حق بنتي. يقول بالفعل هذا الرجل مباشرة تضامن معي وقال لي يا أخ عبد السلام أنت وين موجود؟ بس حدد لي موقعك بالضبط وخلال دقائق أنا أكون عندك. يقول عبد السلام وأغلقت وانهيت المكالمة مع هذا الرجل اللي ما أعرف إيش يكون هذا الرجل. يقول بالفعل بعد تقريبا أقل من نصف ساعة أتفاجأ ولا الباب يندق. يقول لما فتحت الباب ولا بهذا الرجل نازل من السيارة. يقول العجيب إنه هذا الرجل نزل من السيارة ولكن مو سيارة لحالها اللي جاية البيت. يقول عدة سيارات ويا موكب وحراسة هذا الرجل. يقول مبين إنه هذا الرجل هو رجل مهم. يقول هذا الرجل هو أحد أمراء السعودية. يقول حلفني يمين إني ما أذكر اسم هذا الرجل. يقول دخل على البيت ووريته حالة بنتي وقلت له يا أبو فلان هاي حالة بنتي. قال ابشر بالخير إن شاء الله، ابشر بعزك. يقول مباشرة خذينا هاي البنت على المشفى. يقول هو اللي مشرف على هاي القصة كلياتها. يقول فدخلنا على المشفى، ولما دخلنا على المشفى الحاضي من الأطباء يقول جل أمير فلان. يقول هين أني تعرفت أنه هذا الرجل أنه بالفعل هو أحد أمراء السعودية، هذا الرجل من عائلة آل سعود. يقول فالمشفى قامت وما قعدت. يقول بالفعل أعطاهم أمر، قال لهم بدي تأخذون تحاليل مباشرة، إذا بإمكانكم هالساعة تجرون العملية للبنت فاطمة فأجروا لها العملية. يقول بالفعل أخذ التحاليل والتصاوير اللازمة. يقولوا خلال تقريبا ساعتين خلت بنتي على غرفة العمليات. يقولوا هذا الرجل قال لي رقم هاتفي عندك وإيش تبي بس خبرني. يقولوا راح هذا الرجل. يقول بعد ما طلعت من العملية اتصل بي وقال لي يا عبد السلام البنت طلعت من العملية؟ قلت له إيه نعم طلعت وجزاك الله ألف خير. يقول صرت أتشكر هذا الأمير اللي حلفني يمين إني ما أذكر اسمه. يقول بعد ما اتصل معي وتطمن على البنت تقريبا بربع ساعة ولا هو الأمير هذا هو جاي على المشفى وجاي يزور البنت. يقول لما دخل المشفى انقلبت إنه هذا الأمير دخل على المشفى. يقول جاء وسلم على بنتي وسلم على زوجتي وسلم علي وسأل عن حالة البنت ووصل أطباء بهاي البنت. يقول وإحنا واقفين ونتكلم يقول خرج من الغرفة اللي موجودة بيها بنتي.
يقول أتفاجأ بعد تقريبا دقيقة أو أكثر ولا حاط الهاتف على إذنه هذا الأمير ويقول لي أخذ كلم. الأمير يقول العبد السلام. قلت له أكلم مين؟ قال له كلم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية. يقول فكلمني الأمير محمد بن سلمان بنفسه. يقول ولا هذا الأمير مكلم الأمير محمد بن سلمان بقصة بنتي. يقول شارح له الوضع. يقول فسلم علي الأمير محمد بن سلمان وقال لي يا عبد السلام طمني عن البنت إن شاء الله بخير، عاوز شيء لازمك شيء، على كل حال إذا اعتزيت شيء الأمير فلان عندك، الأمير فلان بخدمتك. يقول بهذا الكلام كلمني الأمير محمد بن سلمان. يقول بالفعل تكفل بكل مصاريف المشافي، وحتى بعد العملية أخذت بنتي جرعات. يقولوا الحمد لله بنتي شفيت من مرض سرطان الثدي. يقولوا الحمد لله وجزاهم الله ألف خير. وطبعا يا جماعة للي راح يكتب تعليقات ويشكك بهاي القصة، هاي القصة حقيقية ورواها رجل ثقة، وهذا الرجل اللي رواها يعني يقول أنا جلست ويا الرجل السوداني عبد السلام وروالي القصة من أولها الآخرة، ولكن محلف يمين عبد السلام أنه ما يذكر اسم هذا الأمير اللي تعارك وياه واللي كان سبب طبعا بعد الله تعالى سبب بشفاء بنته من مرض السرطان. هاي قصتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نالت إعجابكم وحازت على رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.